سلام الله عليكم متتبعاتي. اليوم راني جيتكم بعجينة لي تارتولات. وصفة بزاف بنينة تجيكم تتفتت في اليد قبل الفم بمقادير جد مضبوطة، ونتمنى منكم إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك أسفل الفيديو وتفعلوا أيقونة الجرس هكذا باش يلحق لكم جديد فيديوهاتي. ونبداو في الوصفة على بركة الله. بالنسبة للوصفة تاع اليوم أنا هنا يعني ضاعفت في المقادير. نحتاجو 500 غرام تاع زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ، 5 ملاعق تاع سكر ناعم، 2 كوب مايزينا، ملعقة صغيرة تاع فانيليا، 2 بيضات كاملين يعني و2 صفار بيض. كيما نحتاجو نص ملعقة صغيرة نتاع خميرة الحلويات وفارينة باش نلمو العجينة. انا هنا راني ضعفت في الكيلة هكذا باش نتحصل على حوالي 40 حبة. نتوما اللي تحب يعني دير كيلة صغيرة تتحصل على حوالي 20 حبة. هنايا تقسم المقادير. بالنسبة للوصفة راح نخليها لكم في صندوق الوصف بكيلة 250 غرام زبدة، يعني ماشي ب500 غرام زبدة بالكيلة صغيرة. انا هنايا في الوصفه نتاعي راني استعملت الخلاط الكهربائي، يعني تقدري تستغني عليه وتستعملي غير الفوي برك ولا بيدك. انا هنايا برك حبيت نستعمل يعني الخلاط الكهربائي باردون. ماشي ضروري يعني يمكنكم الاستغناء عليه. راح نخلط كامل المكونات مع بعضهم، الزبدة والبيض، حتى تتجانس المكونات كامل بيان. ابخي نبدا نضيف السكر غلاس ونضيف المايزينا ونبدا نضيف الفارينة بالتدريج حتى تتلم لي يعني العجينة ونتحصلوا على عجينة طرية. هنا بعد ما راني ضفت كامل المكونات وخلطت بالخلاط الكهربائي، راح بقات لي غير نزيد نضيف الفارينة بالتدريج هكذا باش نتحصل على عجينة طرية ونبدا في طريقة التشكيل نتاعها. بالنسبة للخميرة نتاع الحلوى يعني خميرة كيميائية ضروري تضيفوها مع الفارينة مع الاخر، يعني كيما انا لهنا راني ضفت الكاس تاع الفارينة هذا باش نبدا نلم العجينة تاعي ونتحصل على عجينة طرية. ابخي ضفت نصف ملعقة نتاع خميرة كيميائية ونخلط بهذه الطريقة. ضربك ماما هنا يلموا باصابع اليد فقط، يعني كيما نلموا العجينه نتاع الصابلي، ما تدلكوش ما تعجنوش، لموا فقط باصابع اليد هكذا باش تدخل الفارينه تاعكم داخل لاباط وما يبقاوش يعني الحبيبات هذوك تاع الفارينه وتتحصلوا على عجينه ملسه وطريه.
او ميم طون يعني ما تعجنوش، لموا فقط باصابع اليد. هنايا بالعاني ما حبيتش نسرع لكم في لا فيديو هكذا يعني باش تشوفوا الطريقه كيفاش تلموا العجينه ويجيكم هنايا ناجحين. يعني شوفوا العجينه اللي راني تحصلت عليها طريه ماشي يابسه وماشي طريه بزاف، يعني مليحه. راح نبدا هنايا في طريقه التشكيل. انا راح نستعمل هاد لي باكيت لانه راح ندير يعني الجوزيه، والجوزيه تجيب بلا فورم هذا بزاف مليحه. نتوما يعني تستعملوا الشكل اللي حبيتو. راح نبدا نحشي لي باكيت تاعي. بالنسبه للطريقه يعني هنايا تحبوا ديروا كرات بنفس الحجم، ابخي تبداو اشاك فوا تهزوا كره نتاع العجينه وديروها في المول وتبداو تشكلوا. سينو ديروا كيما انا ما حبيت ديريكتومون يعني نهز كميه نوزن بعيني ونبدا نشكل في ليمول كيما هكذا ونقص. كاينه طريقه ثانيه اخرى يعني في عوض ما تشكلوا في المول ابخي تنقصوا هذوك الزوائد بالايد نتاعكم، يعني تقدروا تمروا عليها الموس كيما هكذا بشكل عمودي وتقصوا هذوك الزوائد. انا هنايا حبيت نستعمل يعني كلش بيدي باش يعني تجيني الخدمه خفيفه ما نطولش. نتوما هنايا طريقه التشكيل تبقى اختياريه. ملاحظه واحده اخرى، العجينه تاعكم كي تعودوا على الحاشيه لهنا كيما راني انا لهنا نخدم، ضروري تخلوها شويه خشينه يعني ما ترقوهاش بزاف، لانه علاش هذه لاباط راح تجيكم بزاف يعني تذوب في اليد. ضروري يعني تخشنوها شويه هكذا باش ما تفتت لكمش وما تخسروش يعني كميه كبيره. انا مالغري يعني خشنتها شويه وخليتهم حتى بردوا باش نحيتهم، ومع هذا يعني تكسرت لي قداش من حبه. سي بور سا نقول لكم يعني لهنايا خشنوهم شويه ما ديروهمش رقاق بزاف. وثاني ما تنحوهمش من المول نتاعهم حتى يبردوا. راح انا نكمل هنايا بعد ما راني كملت كامل الحبيبات نتاعي راح نبدا نثقبهم هنايا بالشوكه، نثقبهم كامل ندير فيهم كيما راكم تشوفوا هكذا باش ما يتنفخوليش يعني الحبات نتاعي ويجيني الشكل تاعهم مليح. وراح ندخلهم للفور يطيبوا من تحت، هما يحمروا انا نزيد نشعل عليهم من الفوق غير شويه برك حتى نتحصلوا يعني على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا. يكونوا حمورة ما يكونوش بيضاء وما يكونوش ثاني محروقين، رايحين يجوا بزاف يتفتوا يعني. شوفوا تجذوا في اليد. تقدروا هنايا تحشوهم بلا كريم شانتي افيك لي فخوي ولا بالكابريز ولا كيما تحبوا. انا راح نديرهم بلا موز جوزيه لا بروشين فوا ان شاء الله نحط لكم لا موز جوزيه. اذا عجبكم لا فيديو نتاع اليوم ما تنسوش تخبطوها بجيم. تهلاو في رواحكم عميراتي. هنايا انا لحقنا نهايه لا فيديو تاع اليوم، بقى لي غير نقول لكم سلام عليكم.